أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي قناة ميديا سبور. طبعا دايما الإعلام التونسي بحس إنه قريب في الفكر وفي الدماغ نفسها نفس الإعلام الجزائري. يعني تتخيل اللي بتتكلم دي بتقارن البطولة المغربية بالبطولة التونسية. لما تشوف البطولة المغربية السنة اللي فاتت، الرجاء المغربي حصل على بطولة الدوري بفارق نقطة وحيدة، نقطة عن الجيش الملكي. شوف كمية المباريات وكمية المشجعين وكمية الناس اللي بتبقى موجودة في المباريات، هتعرف قوة البطولة. قوة البطولة بتقاس بالحضور الجماهيري، بالتفاعل مع البطولة. حاجة محترمة جدا، ملاعب على أعلى مستوى. شوف ملاعب تونس، شوف ملاعب الجزائر، شوف فرق كبير جدا بينهم وبين ملاعب المغرب. شوف بلاش كل ده، يعني بلاش كل ده. الناس بتتكلم على ان أناحي ده جاي منين؟ جاي اصلا من أكاديمية محمد السادس. يعني بتتكلموا في ايه يا جماعة؟ بتتكلموا في ايه؟ ده الناس دي متطورة جدا 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 في المغرب. هو الحقد والحسد عندهم اوفر، عشان كده ما بيقدروش يعملوا زي المنتخب المغربي. انت عملت زي المنتخب المغربي، وصلت رابع كاس عالم؟ لا، ما حصلش ومش هيحصل اصلا، لان المغرب مختلفة تماما عن تونس، مختلفة تماما عن الجزائر. المغرب هي افضل بلد كروية في قارة افريقيا، بتقدم مستوى، اعلى مستوى ممكن تشوفه في حياتك في كرة القدم. متعة لا يعني لا نهائية. تشوف امبارح الجابون والفوز عليها بخمس اهداف، قمة المتعة. اهداف ممتعة، اهداف على الطراز الاوروبي. لو تقارن الاهداف اللي بتيجي في تصفيات اوروبا حاليا، لو انت بتتفرج على مباريات اوروبا وشوف الاهداف اللي جت في مباراة المغرب والجابون، حاجة فوق الوصف. فدايما الحسد والحقد عند الاعلام الجزائري والاعلام التونسي. نسمع كلامها كده، ولنا تعقيب مهم جدا بعد نهاية كلامها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اللي بيتقال لان الكلام مأفور شويه، الكلام فيه كتير جدا. يعني انت تشوف الاسماء اللي موجوده في المنتخب المغربي وشطاره المنتخب المغربي، بوجود عدد كبير جدا من اللاعبين بتوعه موجودين في الانديه الاوروبيه الكبيره جدا، ده بيفيدهم جدا. اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، يوسف النصيري في تركيا، يحيى عطيه الله عندنا في النادي الاهلي اللي ما لعبش اساسا. في عندنا كمان سفيان مرابط في تركيا، في عندنا أناحي في فرنسا، في عندنا أيوب الكعبي في أولمبياكوس اليوناني، في عندنا لاعب عفوا نايف أكرد في ريال سوسيداد. لاعيبة كتير يا جماعة. ياسين بونو في الهلال السعودي، أفضل فريق في آسيا. يعني أسماء تقيلة جدا، مجموعة في المنتخب تقدر إن أنت تنافس بيها أي منتخب في العالم، من أول البرازيل والأرجنتين لحد أصغر منتخب في أوروبا. تقدر تنافس فيهم أي منتخب في أوروبا، في أمريكا اللاتينية. عندكش أي أزمة ولا أي مشكلة. المنتخب المغربي هو أفضل منتخب من وجهة نظري في قارة إفريقيا، بيقدم كرة قدم متطورة وحديثة جدا جدا. وأعتقد مع وليد الركراكي هنشوف أحسن وأحسن في الأيام القادمة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأداء الحلو كله عند المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بيقدم سيمفونية، بيعزف المنتخب المغربي. خمس أهداف في الجابون، يعني تتكيف منهم، خاصة الهدف الأخير لإسماعيل الصباري. حاجة جميلة جدا جدا، هدف على الطراز الأوروبي. يا أهل الخير، لازم الكل يتعلم من المغرب ومن المنتخب المغربي بيشتغلوا ازاي. نداء إلى كل العرب، بل نداء إلى كل الأفارقة. شوفوا المنتخب المغربي وتعلموا منه، وشوفوا بيخططوا ازاي في كل الأعمار السنية. عندهم منتخبات مرعبة، منتخبات قوية جدا جدا. تاكتكس محترم من وليد الركراكي، حتى بعد الهدف اللي أحرز في بداية المباراة في مرمى المنتخب المغربي. لكن شوف ردة الفعل، رد بخمسة على طول. وده اللي يبين لك قوة المنتخب وردة فعل قوية جدا جدا. ولا أوباميانج قدر ولا غير أوباميانج. حاجة محترمة جدا جدا جدا. تصريحات الركراكي بتبين لك إن مدرب عالمي. غير كده كمان، الناس اللي بقول لهم يتعلموا لازم يتعلموا من الراجل القائد اللي هو بيشتغل لصالح بلده، فوزي لقجع. فوزي لقجع أقوى رجل في القارة الإفريقية من وجهة نظري.
رجل سيكون رئيسا للكاف في الفترة القادمة والانتخابات الجاية، رغم تنازل مرشح تونس، اللي أنا مش عارف إزاي مرشح بلد يتنازل لمرشح بلد تانية عشان ينجح، مش فاهم. قال لك وليد صادي هو اللي هينجح، فهنشوف. هقول لكم هتشوفوا ان وليد صادي هياخد صفر من الاصوات، او ممكن واحد صوت، يعني ممكن تونس ما تدلوش كمان. وشوف فوزي لقجع والمنافسة الشرسة اللي هتكون مع هاني أبو ريدة على مقعد الكاف في الفيفا. بس أنا بقول إن كفة فوزي لقجع أقوى كتير جدا جدا جدا، وبيحظى بدعم كبير جدا من الفيفا ومن وجهة نظر الشخصية. كالعادة المنتخب المغربي، وطبعا كان في تصريحات قوية جدا جدا بعد هذه المباراة لوليد الركراكي، اللي قال عن مباراة الجابون اللي فاز فيها المنتخب ب5 أهداف في تصفيات كأس إفريقيا. المباراة ما كانتش سهلة، وده كان باين جدا لأن كان بدأ التسجيل المنتخب الجابوني بالهدف الأول، ولكن كانت رد فعل لاعيبة المغرب كان رد فعل قوي جدا، ردوا ب5 أهداف. واتكلم وقال ان خصم الجابون كان قوي جدا، وان اللاعبين كان عندهم شويه وقت عشان يتجانسوا على ارضيه الملعب، يلعبوا خارج الملعب. واشاد جدا 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 بالثنائي جمال حركاس ونايف اكرد لاعب ريال سوسيداد، ومحتاجين وقت شويه للتفاهم. كمان حقيقه اللاعبين على رده الفعل الكبيره جدا جدا بعد احراز الهدف الاول فينا. وعن التغييرات قال ان التغييرات ساهمت كتير جدا في تسجيل عدد كبير جدا من الاهداف، وده اللي حصل مع السيباري، طبعا اسماعيل السيباري، وكمان يوسف النصيري اللي نزل بديل لايوب الكعبي. والمنتخب المغربي يا جماعه عنده 15 نقطه حاليا. واعتقد ان مباراه ليسوتو القادمه في مدينه واجده، المباراه تكون في مدينه واجده، اعتقد ان بنسبه 100%، ما اعرفش هتكون المباراة فين بالظبط، اعتقد ان هي هنوصل للنقطة 18 الفول مارك. وده هيكون المنتخب الوحيد اللي حصل في تصفيات افريقيا، تصفيات افريقيا المؤهله لامم افريقيا على العلامه الكامله 18 نقطه. اجمل حاجه في اللقاء بقى كان هدف اسماعيل الصباري، الهدف الخامس اللي كان في الدقيقه 90، يعني كان ختامها مسك، كانت حاجه جميله جدا وهدف جميل جدا جدا. وقلت لكم طبعا ان الجابون بيحتل المرتبه الثانيه، يعني بنسبه كبيره ممكن الجابون يوصل لنهايات افريقيا القادمه في المغرب. طبعا الترتيبات لبطوله افريقيا القادمه على قدم وساق، وهتشوف بطولة رائعة جدا على غرار البطولات الأوروبية. وفوزي لقجع عمول اهتمام كبير جدا 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 لهذا الحدث الإفريقي الكبير جدا، اللي أعتقد إن هيكون فيه كلام مختلف وحكايات كتيرة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.